عندي ليكوا سؤال بسيط ومباشر. كم مرة قلتوا وانتوا عايزين تقولوا لأ؟ كم مرة عملتوا حاجة انتوا مش عايزين تعملوها، مرهقين تعبانين منهكين، ورحتوا عملتوها عشان ناس تانية؟ كتير. عشان كده النهاردة احنا بنتكلم عن الحدود الشخصية. ازاي يبقى عندك حدود شخصية؟ ليه اصلا يبقى عندك حدود شخصية؟ ولحظة، هي ايه الحدود الشخصية؟ هلو اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست فهمني، تقدمه لكم أفنان نايف. وصلنا للحلقة الخامسة بعد بريك. أنا آسفة إني ما عملتش حلقة الأسبوع اللي فات، بس كنت منهكة ومرهقة ومستهلكة نفسيا جسديا وذهنيا، فقررت أخد بريك. سقفولي عشان أخدت بريك، وسقفولي عشان أنا عملت الحلقة الخامسة. شفتوا الاحتفال بالإنجازات الصغيرة؟ ميني من كنتوا الصغنونة دي. الاحتفال بكل شيء مفيد ليا، الاحتفال بكل شيء هو أولوية، أو إن أنا بحط على نفسي أولوية، ده شيء جميل جدا وبيخليني أشوف الحياة دايما بشكل مختلف. فنرجع لموضوع حلقتنا، ألا وهو الحدود الشخصية. إيه الحدود الشخصية؟ الحدود الشخصية هي باب الشقة. الكلام ده، تخيل كده، تخيل باب شقتكم مش موجود، شقتكم بلا باب، كل من هب ودب هيدخل. الصالة فيها ناس، الأوضة فيها ناس، المطبخ فيه ناس، الحمام فيه ناس. أنا معرفش الناس دي جات منين ومين اللي سمح لهم يدخلوا. اللي سمح لهم يدخلوا إن مفيش باب للشقة. وأنا بأكد على فكرة الباب مش السور، لأن السور ما بيتحركش، السور ما بيتفتحش ويتقفل، الباب بيتفتح ويتقفل. يعني الحدود مهم تكون إن هي مرنة، بتسمح لناس تدخل وبتسمح لناس ما تدخلش. والله الباب خبط، مين دليفري، هفتح فتحة صغننة، هاخد الدليفري واقفل الباب تاني. حد خبط، مين، علاقة جديدة، هفتح فتحة صغيرة استوعب الشخص ده واتعرف عليه، والباب هيبقى مردود ومقفول من غير ما ادخله الصالون مرة واحدة انا معرفش هو مين. والباب خبط، مين، اعز اصدقائي، اتفضل حضرتك الصالون. باب خبط، مين، اختي، اتفضلي حضرتك اوضة. فاهمين قصدي؟ انه باب الشقة بيحدد مين يدخل يقعد فين، يريح قد ايه في بيتنا. حدود. حلو. حدودك الشخصية كده. لازم يكون في باب لشقتك، لازم يكون في حدود لشخصيتك ولحياتك. مش كل من هب ودب داخل طالع داخل طالع. صباح الفل، صباح النور، مين حضرتك، بتعمل ايه هنا؟ اصل لقيت الباب مش موجود فدخلت. عادي، انت متضايق ولا حاجه؟ اصل انت اللي مش حاطط باب. فدي اهميه الحدود الشخصيه. هل ان انا عندي حدود شخصيه وبعرف اقول لا وبعرف ارفض كده شخص قاسي واناني ومنعزل؟ absolutely not. والدليل هو المثال، لان هو باب زي ما قلت مش سور. كل شخص وليه مساحته في حياتي وليه حدوده في حياتي، مش كل الناس حاطه لهم نفس الحدود. حدود الشخصيه مهمتها تحميني مش تضايقك، تحميني مش تحجمك. انا الاول وبعدين الباقي. هدفها طاقتي تبقى بتاعتي، ليا اولا ثم للعالم، ما تبقى منها بقى لبقيه الناس اللي في حياتي. ما ينفعش ابدا احطك رقم 1 ولما انزلك رقم 2 بعدي على طول تقول عليا اناني. لو تعريف الانانية بالنسبة لك ان انا احط نفسي اولا وان انا احب نفسي كفاية ان انا ما اجيش عليها عشان حد، لو دي الانانية بالنسبة لحضرتك فاوكي، انا اناني. ولكن الحدود الشخصية مش انانية، مش عزلة، مش قسوة. تمام، اتفقنا على دي. الحدود الشخصية ما ينفعش تكون اكستريم عشان ما تتحولش لعيب مش ميزة، حاجة بتبعد الناس عني بدل ما تخليني أقرب بشكل صحي. حوارات كتير وكلام كتير عن الحدود الشخصية. هو الحوار ده صعب ليه؟ ليه أصلا صعب نحط حدود شخصية؟ ما نقول لأ وخلاص. يا ريت ينفع، يا ريت الحدود الشخصية سهلة، بس هي صعبة ليه؟ هو الخوف من رأي الناس، ان انا اقول لأ وان انا ابقى شخص مش سهل الاستغلال، هيحط عليا ليبل، هيحط عليا استجمة. والله ده عيل غتت بيقول لأ كتير، اخاف انا الناس تقول عليا كده.
اخاف الناس ما تشوفنيش اللذيذ اللزوز اللي بيروح وبيجي في اي حوار. اخاف الناس ما تشوفنيش الشخص اللي مكالمة قالوا يلا ننزل يلا ننزل، انا مش عايزه الناس تشوفني كده. انا عايزه الناس تشوفني طول الوقت طيب، عسل، كتكوت، بطوط، كل حاجه حلوه. خوف من رأي الناس فيا، او خوف ان الناس يبقى عندها اي رأي سلبي عني بيخليني اعمل للناس كل اللي هي عايزاه من غير ما احط نفسي اولويه. اقول لك على مفاجأة، لو انت مش حاطط لنفسك حدود شخصية هتاخد لقب برضه مرمطون. انا اسفة على صراحتي، ولكن مفيش حل غير كده. لو انت خايف من رأي الناس فيك انه يكون سلبي، فكده كده هيكون سلبي، بس يعني سلبي وانت برضه متبهدل. ايه مرمطون. تاني سبب الاحساس بالذنب. دور المنقذ. آه يعني ايه حد يطلب مني حاجة وانا اقول له لا، حتى لو حاجة دي هتيجي عليا وعلى شغلي وعلى حياتي؟ لا لا، لازم اساعد الناس كلها. والله ماشي، ساعد الناس على قد ما نقدر نساعد الناس، ده شيء رائع. انا كحد اشتغل يعني في اعمال تطوعية، انا فاهمة جدا الاحساس الحلو اصلا اللي بيعمله مساعدة الناس، ولكن لما مساعدة الناس تيجي عليا فانا كده ظالم ستيل. احساس بالذنب ودور المنقذ من اكتر الحاجات اللي بتخلينا ما عندناش حدود شخصية وما بنعرفش نقول لا، واي حد بيدخل حياتنا يعمل فيها اللي هو عايزه ويطلع، او ما بيطلعش بيقعد بقى ما هو بيعمل اللي هو عايزه، هيطلع ليه؟ خوف من الرفض. انا لو رفضت لك حاجة انت هترفضني كشخص، فانا لازم ابقى سمعا وطاعا يا سيدي علشان انت تتقبلني. لازم اكون موجود ومتاح ومش عامل لك اي مشاعر سلبية ولا اي ازمات، واجي على نفسي اقدر على قد ما اقدر اجي علشان انت تحس ان انت مرتاح عشان تتقبلني. لاني متخيل اني لو رفضت لك طلب، لو بقيت شخص عنيد له كلمة وسط الناس هترفضني. طب بقى مهم تاني، ان الحدود الشخصية صعبة. باب الشقة ده تقيل قوي، تقيل قوي في قفله. هو لو موجود فانت فاتحه على البحر، لان تقيل قوي في قفله. لان معانا لان في ناس واقفه بره قدام باب الشقه، لو قفلت الباب هبقى بقفل الباب في وشهم. احساس سخيف جدا انا اقفل الباب في وش الناس. ان الناس تبقى متعوده ان باب شقتي مفتوح طول الوقت ويجوا يلاقوه مقفول. فعدم وجود حدود شخصيه دي الكومفورت زون بتاعتك دلوقتي. انت مش مرتاح، بس انت برضو مش مرتاح خالص تقفل الباب. قفلان الباب انت شايفه اصعب بكتير من انك تسيبه مفتوح. دي احد اهم الاسباب اللي بتخلينا ما عندناش حدود شخصيه، لان احنا شايفين الحدود الشخصيه صعبه 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 جدا في الاول، بس وانس انك حطيتها believe me ليفل الراحه وفي ليفل يا نهار ابيض الطاقه اللي عندي دي كلها، هو انا كنت طاقتي مشفوطه حوالين الناس دي كلها وانا مش عندي حاجه منها؟ اه للاسف. يبقى انا اصلا ما عنديش حدود ولا لا؟ اقدر اعرف ازاي؟ لو حاسس طول الوقت انك مرهق وهلكان وفي نفس الوقت ما بتنجزش الحاجه اللي وراك، لانك بتنجز الناس تانية حاجتهم، طاقتك خلصانه بس مش ليك، بتحس انك طول الوقت مستغل. ناس كتير موجوده في حياتك عشان انت بتعمل لهم حاجات. حدودك مستهلكه ومخترقه. بيكون عندك راي وما بتقولوش عشان محدش يزعل، حتى لو هتقوله بطريقه محترمة، حتى لو رأي عادي، بس أنا لو قلته هيزعلوا طول الوقت. تقولش آرائك، تقولش الأفكار اللي في دماغك، بتفضل السكوت عن إنك تعبر عن نفسك. أنت حدودك مستهلكة. لما عشان تقول لأ لازم يتبعها مبررات وشرح طويل جدا. سبب قوي، خالتي بتغسل، عمي بيسبح، تيتا بتودع whatever، لازم يكون في سبب قوي انت ليه قلت لا. لما لازم تلاقي مبرر قبل ما ترفض اي شيء، انت حدودك مستهلكة ومخترقة. انا في فترة من فترات حياتي حد من اقرب الناس ليا كان مخترق حدودي الشخصية لأبعد حد. هل لانه هو شخص سيء؟ absolutely not. هو لقى باب الشقة مفتوح فدخل.
لما حطيت حدود هل علاقتنا بقت احسن؟ بكتير، لان بقى الطرفين راضيين في العلاقة. فمش معنى ان في ناس مخترقة حدودك الشخصية ان الناس دي مش كويسة، لا، ممكن تكون الناس دي مش عارفة تعمل ايه، او هي مش شايفة اصلا حدود تحترمها. لو عندك حدود هيحترموها عادي جدا. ممكن بالنقاش ولما نبدأ نحط حدود تلاقي ان الناس دي مش وحشة خالص، هما بس ما شافولكش حدود عشان يحترموها، بس لو حطيت حدود هيحترموها وعلاقتكم هتكون احسن. فمش معنى ان في حد مخترق حدودي شخصية او علاقتنا مرهقة بالنسبة لي او هو بيستهلكني ان هو شخص وحش. ممكن يكون جدا الموضوع هو the lack of boundaries مش اكتر. بس لو حد انت حطيت boundaries وحطيت حدود وبعد، اوكي ده كان سيء. ليه؟ لانه كان مستفيد جدا، وكانت دي اكتر حاجه مخليه مبسوط في العلاقه، ان انت ما عندكش حدود وانه قادر يستغلك للاخر. نعمل ده، اللي بيفضل واقف عند الحد ومكمل علاقتنا واحنا تمام بوجود الحدود ده شخص زي الفل. اللي بيطلع يجري يقولك خلاص لا انا مش مرتاح، دي حاجه مش مريحه بالنسبه لي، ده ما كانش معاك عشانك انت لشخصك، كان معاك عشان انت ما عندكش حدود. هو اكتر شخص بيتضايق ان احنا بدأنا نحط حدود شخصيه، هو اكتر شخص كان مستفيد ان احنا ما كانش عندنا حدود شخصيه. حلو قوي الكلام ده بقى، احنا رغينا كتير. نحط الحدود دي ازاي؟ انا هقولك. لو انت مش قادر تعمل حاجه في الاول حط بديل. يلا ننزل بكره، لا بكره مش مناسب، ايه رايكم يوم الحد؟ مش لازم اول ما يتقالك يلا حتى لو مش مناسب. لانه انا فاكره ان كان في عندي صديقه كل مره كنا نتفق فيها على خروجه هي ما كانتش بتقول رايها خالص في ميعاد اللقاء. احنا كنا بنتفق على حاجه وهي يلا، احنا كنا فاكرينها فليكسبل، بس كانت تيجي بتجري، مرهقه، نعسانه، متوتره. فكل مره كانت بتبقى بتلغي حاجه، بتخرج من حاجه بسرعه جدا، بتعمل في مره قلت لها هو انت ليه ما بتقولناش الميعاد المناسب بالنسبه لك؟ انت يا بتمشي بدري يا بتيجي متاخر يا بتيجي مرهقه، ما تقولي لنا انت مناسبك امتى وخلينا نتقابل. فكانت دايما بتقول بخاف اقول انا مناسبني امتى او اعترض على الميعاد اللي اتفقتوا عليه لا تتقابلوا بقى من غيري وتقولي لي ما تجيش، او تحسوا ان انا شخص غتت وبعصلج الامور. قلت لها لا، لان احنا لما بنبقى بنتفق بنبقى عايزين حاجه مناسبه للجميع مش مناسبه لينا احنا بس. ومن وقتها بدات ان هي تقول لا اوكي يا جماعه انا النهارده مناسبني، لا بكره مش مناسبني، لا. فلما يطلب منك حاجه ومش مناسبه ليك في الاول، بدل ما تقول لا فقط ممكن تحط لها بديل. والله لقيت الشخص اللي قدامك بيعاند ومش متقبل البدائل بتاعتك، يبقى لا هي لا، هنقول لا ونحط بديل، بعد كده هنقول لا عادي. بدل ما نلوم الشخص اللي قدامنا نبقى احنا ان كنترول. بدل ما اقول لها انت دايما بتكلميني في الوقت الغلط، انت دايما بتعملي وبتسوي، هقول انا عايزه انظم وقتي اكتر، انا عايزه ارتب حياتي اكتر، انا مش ببقى فاضيه في الوقت الفلاني والعلاني والفلاني، فلو سمحتي نبقى نتكلم في الوقت اللي انا فاضيه فيه. بدل ما تقول انت عملت وسويت 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 وحاسس الشخص اللي قدامي ان هو غلط، لان زي ما قلت لكم ممكن يكون هو بس مش شايف حدودي. لما احط الحدود هيبدا فعلا يعملها في دبانه غتته عماله بتلف معرفش جت منين، بس هنتجاهلها. اهي دي اخترقت حدود شقتي. آه، فممكن يكون شخص كويس محتاج بس ان انا احط له حدود شخصيه وهيلتزم بيها. فبدل ما اقول انت لانها ممكن تقلب خناقه، احنا مش عايزين خناقات، احنا بكل بساطه بنحط حدود، بكل هدوء بنحط حدود. والله احترمتها اهلا وسهلا بيك في حياتي، ما احترمتهاش باب يفوت جمل، باب شقتي كبير قد كده ويفوت جمل عادي جدا ودبانه غتت. فبدل ما اقول انت اقول ما تشرحش كتير بقى. عارفين بقى لستة الأعذار اللي بنحطها قبل ما نرفض دي مش مهمة بقى، ما تتقالش تاني. لأ يعني لأ،
مش مضطره اشرح لك. انا ممكن اديك سبب ليه لا، بس مش هقعد يعني اعمل لستة مبررات عشان خاطر اقنع حضرتك ان انا مش عايزه اعمل الحاجه دي. فما اشرحش كتير، ما اديش مبررات كتير. انا قلت لا يعني لا، خلاص شكرا. no is a full sentence. لا هي جمله كامله. تكتيك لذيذه برضو هي ان انا اقول للشخص اللي قدامي خليني افكر. بلاش حماس او لا، ده دايما في حاجات بتبقى ولا وخلاص من اول ما بسمعها ببقى عارفه انا هقول ايه، وفي حاجات طب اوكي خليني افكر. اهم الافكار اللي لازم تكون موجوده في دماغنا واحنا بنحط الحدود الشخصيه ان الحدود دي لينا احنا الاولويه الوحيده، واحنا بنحط الحدود دي. انا مش بحط الحدود دي عشان اربي حد، عشان اغيظ حد، عشان اضايق حد، عشان اكيد حد. فهفضل طول الوقت ستيل حاطط الناس التانية اولويه حتى وانا بحط حدودي انا الشخصيه. لا 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 لا، انا بحط حدود دي ليا انا، عشان انا ابقى متحكم في وقتي وفي طاقتي وفي قدرتي على التواصل مع البشر وانا بدي ايه ومش بدي ايه. الحدود دي ليا انا، بتاعتي انا، عشاني انا، عشان انا اكون مرتاح. انا مش دعوه الاشخاص اللي حواليا دول الحدود دي هتاثر عليهم ازاي. في شعرايه كده بان انا احط باوندريز وان اكون شخص اناني ومش بفكر غير في نفسه. لا، انا بفكر في نفسي الاول، مش بفكر في الناس التانية. أنا بحط راحتي الاول، بس برضو شخص بيراعي راحة الناس التانية. ما هو أنا لو عندي حدود شخصية هحترم الحدود الشخصية بتاعت الناس التانية. وانا بحط الباوندريز بتاعتي ابقى حاطط في دماغي اني طالما حطيت هعوز من الناس اللي حواليا انها تحترمها، يبقى الناس اللي حواليا لما يحطوا باوندريز انا 100% احترمها. وتاني الباوندريز مش معناه ان اكون اناني وان حد يجي يطلب مني المساعده واقول له لا ان جنرال، وان انا ما اقدمش اي حاجه لاي حد خالص. الحدود الشخصيه هي اني لما اجي اقدم ابقى عارف انا بقدم ايه والمين وقد ايه وبمزاجي. ما بقاش مضطر اقدم، ما بقاش مغصوبة اقدم، ما بقاش محرج فبقدم. كتير مننا اصلا ما عندوش حدود علشان خاطر هو متخيل انه اللوف لانجوج بتاعته هي الاكت اوف سيرفيس. انا بعمل كل حاجة لكل الناس عشان دي طريقة تعبيري عن الحب. لحظة لحظة، هو انت ما بتحبش نفسك؟ انت ما بتحبش نفسك عشان كده بتقدم لهاش هي حاجة؟ بتقدم لهاش هي على الأقل حدود محدش يتخطاها. كل مرة هتلاقوني برجع في الكلام لحتة بنحب نفسنا ولا لأ، بنحب نفسنا قد ايه. وده بيبان في طريقة تعاملنا مع الناس، وده بيبان في احنا حاطين نفسنا حدود شخصية او لأ. فلو حد مش حاطط لنفسي حدود شخصية يبقى انا ما بحبهاش كفاية اني اعمل لها boundaries. خلصنا الحلقة. انا عارفة ان قفلت فجأة. في نهاية هذه الحلقة عندي assignment صغنن، تاسك كده لو تعرفوا تعملوه. قولوا لي في الكومنتس ايه هي المواقف اللي حسيتوا فيها ان تم يعني انتهاك حدودكم الشخصية، وقتها تعاملتوا ازاي، وبعد ما سمعتوا الحلقة دي الموقف ده حصل مرة تانية هتتعاملوا ازاي. واعملوا شير للحلقة، ابعتوها للناس اللي انتوا حاسين انهم محتاجينها، لايك، سبسكرايب، وكومنت باللي انا قلت عليه. وبس كده. فاهميني؟ سلام.